وأقدم مصدر يذكر الحايك في المروك هو هذا اللي مطبوع في 1668 واللي يحكي على مملكة فاس ويحكي على الحايك. بصح سامحني يا أخي ماهوش يحكي على هذا، لأنه هذا ماهوش حايك ديجا، هذا شيء ثاني، بل يحكي على هذا ويسميه الحايك، ويقول الحايك في فاس يلبسوه الرجال، وهذا إبراهيم لبس الحايك. هذه الصفحة حبس الفيديو واقرا بعقلك. وهذم أيضا يأكدوا لك باللي الحايك في المروك كانوا يلبسوه الرجال. ونغلقوا القوس ونرجعوا للجزائر واقروا معايا درك. هذا يحكي على نساء الجزائر في العام 1663 بأنهم يلبسوا قطعة قماش بيضاء أو سوداء أو بنفسجية كبيرة جدا، ويضموها بيديهم من ناحية الوجه ولا ناحية الفم، وما تبقى تبان إلا الجبهة. وهذا اللباس طويل يوصل قريب للأرض، ويحط قدام هذا الوصف هذا الصورة، ويزيد يكتب عليها المرأة الجزائرية خارج المدينة. تاريخها واضح، خلي نروحوا لغيرها ونقروا من مصدر أقدم من هذا ب80 سنة. يحكي على النساء الجزائر، يقولك يخرجوا من ديارهم يلبسوا أغطية ناصعة البياض تصل إلى الكاحل أو إلى أحذيتهم الجلدية السوداء، ويوصف هذا الرداء الأبيض حتى يقول وهو ما يسمى عندهم الحيك. وهذا في الفصل 32 في العادات والألبسة تاع الجزائر في كتاب توبوغرافيا وتاريخ الجزائر اللي كتبوا الأسير الإسباني في الجزائر العاصمة دييغو ديايدو ما بين 1578 و 1581. أما لمبا طابل كما يقول الرومي هذا هو اللي منشور في العام 1567 واللي انتهى من تدوينه عمليا في 1551. روحوا اقروا على شخصية الكاتب وقتها زار الجزائر، يعني قبل 472 سنة من الآن، واللي نقروا فيه ما يلي. في الجزائر يلبسوا غطاء كبير ومن قماش ناعم أبيض ولا أسود ولا بنفسجي اللي يغطي الراس والجسم مع بعضهم، وأمام هذا الوصف يحط لنا هذه التصويرة. هذا هو الحايك اللي موثق باسم المرأة الجزائرية من 5 قرون على الأقل، واللي نختموا به الحلقة بعد ما شفنا بعيننا هذا التوثيق للحايك بأنه في الجزائر، وبأنه بعد هذه ب100 سنة ظهر الحايك في المروك كلباس رجالي، ومن بعد انتشر في المنطقة المغاربية كلها.